الصيام يعلمك الإحسان. لما تكون جائع تعرف المسكين إذا كان جائع كيف يتألم، تعرف قيمة الجوع. لما تظمأ وتعطش ترى حقيقة الظمأ والعطش في المؤمن، إذا كان مؤمن أو كافر، إذا كان ظمآن أو عطشان، لأنك عرفت ما هو العطش ما هو الظمأ. يحملك الصيام على أن تحسن ولا تسيء، الإحسان العام وعدم الإساءة. رمضان شهر مبارك، والحمد لله أن جعلنا الله من أهله. الحمد لله أن وهبنا الله الإسلام وجعلنا مسلمين، ورزقنا صيام رمضان والاعتمار فيه وفعل الخيرات والطاعات في أيامه ولياليه. هذا فضل الله علينا، نشكر تعالى على ذلك ونزيد شكره، وهو أهل للشكر. معشر المستمعين والمستمعات، نتهيأ لصيام رمضان ونحفظ أنفسنا من كلمة سوء، من نظر محرمة، من ضحك أو ابتسامة لا تليق، ونقبل في صدق على طاعة الله. نمتنع عما منعنا الله عنه من الأكل والشرب والنكاح، ونمتنع عما حرم علينا من سائر المحرمات، فإن فعلها في رمضان أقبح وأسوأ من فعلها خارج رمضان. ودليل ذلك لما تقول كلمة سوء في المسجد هي أقبح منها لما تكون في الشارع أمام المسجد. كذلك عالم السوء في رمضان أقبح منه في غير رمضان. ونذكر قول ربنا عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذه مسألة ثانية. المريض في جسمه يعفى عنه فلا يصوم حتى يشفيه الله ويبرأ من مرضه، وإن كان مرضه دائما لا يفارقه يطعم عن كل يوم مسكينا، يعطي عن كل يوم كيلو رز أو تمر أو دقيق لفقير من الفقراء، مسكين من المساكين، ويواصل ذلك حتى يتوفاه الله. أما إذا كان مرضه يزول بعد شهر عام فعليه فقط أن يصبر حتى يشفيه الله، ثم يصوم ما فاته من الصيام. وهنا لطيفة علمية: إذا أفطر في رمضان وهو مريض وصح في شعبان وصح في رجب في شوال صح في القعدة في الحجة يجب أن يصوم، ما يؤخر الصيام إلى العام المقبل. وإن أخره متعمدا تعين عليه أن يعطي أيضا مدا أو كيلو رز أو دقيق أو تمر عن كل يوم أخره إلى العام المقبل. هذه المسألة عند كثير من أهل العلم. المفروض أفطرت في رمضان لمرضك، زال المرض بعد شهر بعد شهرين أقضي، لا تسكت وتؤخر حتى يدخل رمضان الثاني. وهذا أيضا يذكر به النساء الحيض: إذا حضت يا مؤمنة وانتهى حيضك وانتهى رمضان فاقضي ذلك تلك الأيام في شوال في القعدة في الحجة في محرم، لا تتركيها متهاونة بها حتى يدخل رمضان الثاني. فإن فعلت فعليك إطعام مسكين عن كل يوم، تقضينه وتطعمين هذا المسكين بكيلو رز أو تمر أو دقيق. وكبير السن الذي أصبح لا يقوى على الصيام لكبر سنه فهذا أيضا يفطر ولا شيء عليه، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكين حتى يتوفاه الله ولو عاش رمضانات عديدة. أما المسافر فمعشر المستمعين والمستمعات مما نستقبل به رمضان أن نحاول أن لا نسافر في رمضان،
إذا عندنا تجارات أو أعمال تقتضي منا السفر نحاول أن نجتهد ونؤخرها، لكن إذا تعين السفر ولزم وسافرنا من استطاع أن يصوم فليصوم ولا يفطر، إلا إذا كان الصيام يضعفه يقصر من جهده ما يصبح قادر على عمله في سفره، فهنا يتعين عليه أن يفطر ولا يصوم. وقد خرج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة إلى مكة في رمضان، فمنهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعيب الصائم المفطر ولا المفطر يعيب الصائم. هذا المسافر ومن أفطر في رمضان وهو صائم يجب أن يقضي هذا الصوم كما قدمنا في نفس السنة، لا يؤخر إلى سنة أخرى فيتعين عليه إطعام مسكين من أجل تخير رمضان من عام إلى عام، ما ينبغي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، عدد الأيام التي أفطرتها تصومها في الشهر الذي بعد هذا، فعدة من أيام أخرى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. كيف يطيقونه؟ مع تعب ومرض ما يستطيعون، يطعمون مساكين. معشر المستمعين والمستمعات، هذه الكلمة حول رمضان المبارك، والله تعالى نسأل أن يجعلنا من صائمي رمضان هذا العام، ومن المعتمرين فيه، ومن المتصدقين فيه، ومن المحسنين فيه، ومن الذاكرين الشاكرين، ومن المستقيمين على منهج الحق. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.